قصد دعوة الفلاحين والمستثمرين الفاعلين في قطاع الفلاحة للاندماج في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الفلاحية بجنوب البلاد ومرافقة الغرف الفلاحية الولائية وتقييم نشاطاتها، نظم بولاية إن صالح ملتقى جهوي ضم ولايات المنيعة، تمنراست، إنجزام، برج باجي مختار، جانات وإليزي. الملتقى يهدف إلى فتح فضاءات للتشاور والحوار مع الفلاحين والشركاء وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة. تفاصيل الموضوع مع أحمد بن مسعود. مرافقة وتشجيع الفلاحين للاستثمار في مختلف الشعب ودعوتهم للاندماج في القطاع ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الفلاحة في الجنوب هو ما جاء في صلب اهتمام هذا اللقاء الجهوي للغرفة الوطنية للفلاحة بولاية عين صالح. اللقاء كان فرصة للتشاور والحوار والاستماع إلى جملة من الانشغالات المطروحة من طرف الفلاحين الفاعلين والشركاء المتدخلين في القطاع. إنشاء مشتلات فلاحية بالولاية المتخصصة في الحفاظ على الأشجار المثمرة المحلية وتطورها. اليوم القطاع الفلاحي باش نخرجوا من القطاع المحروقات وكذا، أنها اليوم راح نلجؤوا إلى قطاع الفلاحي اللي راح يعطينا اقتصاد وطني. عندنا انشغالات بالنسبة للآبار الرغوية. آبار الرغوية كاين بلايص في آبار الرغوية، كاين بلايص والواحات القديمة. أرض خصبة قدرة بشرية. إذا هذه الغرف الجديدة إن شاء الله اللي رايحة إن شاء الله على الأبواب، لو كانت تمشي مع الفلاح احنا إن شاء الله نوفروا قدرة شرائية للمواطنين 100%. اللقاء يهدف أساسا إلى متابعة وتقييم أداء الغرف الفلاحية الولائية ومدى انخراطها في النهج الجديد الذي تتبع الغرفة الوطنية للفلاحة. اخترنا الولاية تكون في مقر الولاية الجديدة، وهذا الأهمية تاعها من ناحية بالنسبة للقطاع الفلاحي. شفنا باللي هي مناطق تنمية جديدة، خاصة أنها تتوفر على أراضي، على مياه، والاستراتيجية جديدة تاع الدولة هو لإنشاء أقطاب جديدة للقطاع الفلاحي، وخاصة بالنسبة للزراعات الاستراتيجية. تطوير القطاع والرفع من القدرات الإنتاجية في العديد من الشعب وعصرات القطاع هو ما ترمي إليه الغرفة الوطنية للفلاحة، وإبراز دورها الريادي في تأثير وتوجيه المهنيين من خلال فروعها المتواجدة عبر كامل الوطن.